يلم رمضان يريحها، الجنب اليمين فاضي اهو، يلعبها ادي الأثيوبي وهدف هدف عماد متعب الأثيوبي وكورته تفقد. بص الكرة لما بتبقى سريعة والضغط، عماد متعب ينقذ الموقف. يعني ايه في الدقيقة 77، يعني في الدقيقة 27 من زمن الشوط الثاني يحط عماد متعب هدف الأهلي الأول. عماد متعب وهو يعني مسته للسقطة واللقطة، في الدقيقة 27 الأهلي يتقدم بهدف لا شيء من تمريرة. بص الأثيوبي شاط، بصوا بقى، بصوا في ايه هنا لحقها. واحد يقول لي يا راجل قول، اقول له ايه؟ هو اللي يقول بقى الحكم والمراقب وادي الأثيوبي واللاين زمان اللي هناك، وهنشوف ايه الحكايه بالظبط في هذا. انما ادي اهو قال لك الحمد لله عماد متعب في الدقيقه 27 احرز هدف التقدم لنادي الداخليه. تنزل الكوره لصبري رحيل، يلم صبري اي كوره سريعه ممكن، انما برافو على طول اللي نازل محمود سامي. اوه الأثيوبي يحط هدف تاني، الهدف الثاني، وفتحي مبروك مع طارق سليمان ويقول له شفت بقى تغييراتي، شفت يا عم تغييراتي في الدقيقة 87، يعني في الدقيقة كده هو 42 ولا ايه بالظبط، يعني يحط صلاح الدين الأثيوبي هدف. يعني بصوا على طول فوزي هيشوط يا عم مش ممكن صلاح الدين الأثيوبي يخلي الأهلي يتنفس الصعداء في الدقيقة 88 من زمن المباراة. في حد يعمل كده؟ بقول لكم الأثيوبي أحسن من بيتر، وفعلا الأثيوبي يعني قال لي أنا أحسن من بيتر. عموما